بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا. جبت لكم من قناتي كزميزة وصفات واكلات الفرخة الاوزي الجميلة ديت مشوية بطريقة جميلة قوي قوي ومش مكلفة خالص. نشوف الخطوات بتاعتنا وهتشوفوا احلى طعم فراخ واحلى تتبيلة بسيطة جدا. فرخة صغنطوطة على الاخر على الاخر، كيلو 200 جرام، حاجة كده بسيطة. بصلاية، طماطماية، حتة فلفل حراق لو عايزة، والبهارات بتاعتنا بسيطة جدا، ماجي وكزبرة وشطة وفلفل، كل البهارات اللي انت عايزة تحطيها بسيطة قوي. الكبة بتاعتنا وهنفرم طماطماية بتديها صقارة حلوة قوي على فكرة يا جماعة، مع البصلاية مع حتة الفلفل الحراق لو عايزة، مش عايزة ما تحطيش. واحدة ماجي، شوية فلفل اسمر، على كزبرة، على فلفل، على توم باودر وبصل باودر، دول بيدوا طعم حلو قوي. ولو عندك 7 بهارات كمان حطي شوية. هنفرم كل الكلام ده مع بعضه. بسم الله. حبيت اعرفك بس لو انتي مش عندك السيخ بتاع الفرن، ممكن تعمليها كده بالطريقة السهلة دي. في سيخ فرن ممكن نحطها، بس للناس اللي ما عندهاش. طبعا احنا حطينا كل التتبيلة بتاعتنا، ملح وفلفل وبهاراتك كلها اللي انت تحبيها. غلفي بقى الفرخة، احشيها من كل اتجاهاتها، من تحت الجلد ومن تحت الوراك كده ومن بطنها وكله. هي فرخية صغنطوطة وقطقوطة بس ما شاء الله تبارك الله عليها، طعم الله أكبر ما شاء الله. الرقبة طبعا نحطها، ما ترميش حاجة يالينا من الفرخ، كل حاجة هنستخدمها. ازازة بقى صغيرة كده نملاها مية، ونقوم حاطين الست العسولة دي، نقولها حطي يا ست كده، وهنحطها في الفرن زي ما هي، لا حطينا زيت ولا سمن ولا اي حاجة. فراخ مشوية مشوية لمدة ساعة الا ربع ساعة، حاجة كده بس في السريع على طول. رشة زيت بس للمعة كده من بره، ما تكتريش. شايفين نقطة الزيت اللي انا حطيتها؟ حاجة ما تذكرش. ساعة الا ربع ساعة ونطلعها بالجمال ده. ودي كانت طريقتي كزميزة وصفات واكلات. لو اشتركتي معايا انا ممنونة، لو اديتيني لايك يبقى كتر خيرك. ودي كانت وصفتي النهاردة من كزميزة وصفات واكلات. مش عايزة اقول لكم انا بحبكم قد ايه، واكلات سهلة قد ايه. تنسونيش بقى في اشتراك ولايك، بحبكم جدا، والسلام عليكم.